السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور على أغلى وأحلى مشتركات. جيلكم اليوم فيديو قريوش الظفرة التقليدي ناجح من أول تجربة. فقط تبعي الخطوات اللي راح تكون بمقادير مضبوطة، ما تبخليش عليها بالجام، وبارتاج للفيديو بتعليقات محفزة باه نكمل معاكم في الوصفات. نبدأ على بركة الله. جيبي القصعة تاعك ولا كيفات، حطي فيها كيلو تاع فرينة، زيدي عليه شوية ملح عينك ميزانك، وزوز لي ساشي تاع لافاني فرغيهم على هذاك الكيلو. هاد القريوش عطيتهولك حبيبتي بمقادير مضبوطة، جربي طريقتي مش راح تندمي. حركي هذيك الفرينة مع لافاني نواشف مع بعضها، وزيدي عليهم زوز اكياس وزن 10 جرام تاع خميرة كيميائية. خلطي خلطي النواشف مع بعضها، تدخل هذيك الخميرة واللافاني مع الفرينة سوا غير بالمغرفة ولا بيدك مليح. وروحي في الكيلو تاع فرينة ذوبي 250 جرام زبدة. في كيلو تاع فرينة يعني 4 كيلات فرينة بكيلة زبدة. في كيلو تاع فرينة روحي ذوبي 250 جرام زبدة، خليها تبرد شوي وحطيها. بعد ما ديري حفرة في هذيك الفرينة حطيها واحكمي الفرينة تاعك بهذيك الزبدة وبسيها سوا. حكي سوا حتى تدخل الفرينة في الزبدة كامل، عذرا تدخل الزبدة في الفرينة كامل. وبعد جيبي سيار يكون رقيق خلاه، احكمي هذيك الفرينة تاعك وصيريها. بعد ما تحكي سوا نبسوها سوا تشوفي قبالة تشوفي هذيك الزبدة راحت، ما بقات تبان جدماه برك. دخليها سوا في هذيك الفرينة، نجيبوا السيار ونصيروها، نحكموا نحكوا سيار يكون رقيق. حكي حتى تتحصلي على بودرة تكون زي حليب اللحظة. دركا كي تصيريها يبقوا لكش هذوك الحبيبات طابت كامل على السيار، وتحسي هذيك الفرينة اللي هبطت تحت كأنه حليب لحظة، بس في نفس الوقت ما فيهاش الحبيبات. ديري بالطرف حتى تكمليها كامل. هاي النتيجة اللي تحصلت عليها، تحسيها في يدك كأنها حليب بودر. ديري حفرة في النص وروحي نبلوها بالمزهر. انا نحب نبلها عذرا بالمزهر. تمدلي واحد القو يا البنات، ما نحكي لكمش تجي بنينة تسخف، سيرتو كي تعسليها بليها حتى تتحصلي على عجينة حاكمة روحها. العجينة تاع القريوش ما تجيش طرية بزاف وما تجيش يابسة بزاف، حاكمة روحها ما عليهاش سوا. دلكيها بين يديك وقسميها ل4 دوائر وحطيها في الفريجيدير تبات ليلة كاملة. من المستحسن تبات ليلة كاملة، ديريها في الليل، الغدوة خدميها. ولا كنتي مزروبة وما عندكش الوقت خليها ترتاح على الأقل 4 سوايع باه تعطيك نتيجة هايلة. العجينة تاع القريوش لازمها ترتاح يا البنات، راني نأكد عليكم لازمها ترتاح. كي تحطها في بابي فيلم ولا ساشي غذائي ترتاح، جبديها ليلة كاملة ولا بعد 4 سوايع، رشي شوية نشا وقرصيها. تحبي تستعملي يدك ديريها شوية رقيقة، ولا تحبي تستعملي الماشينة. إذا استعملتي الماشينة، أنا هنا استعملت الماشينة، حلي في رقم 1 ومن بعد رقم 2 ومن بعد رقم 3، ما تخليهاش رقيقة بزاف. رقم 3 الأخر، اللي معرفين يخدموا بالماشينة هم يفهموني. وهاي ليك قصيها بالجرارة ولا طبعي بالطابع باه يجيو الحبات كامل قد بعضاهم، واضفري عادي. هزي 3 وخلي 4 من تحت. هاي ليكم 2 3. الكوال الفوقاني هو اللي نخرجوه. هاي ضفرة سهلة، ما اخدميهم كامل وحطي الزيت تاعك يسخن، اقليها في زيت سخونة. لازم تكون شوية الزيت كاثرة، شوية الزيت باه ما تتحرق لكش. اقليها وعسليها وزيدي عليها جلجلانية وما نحكي لكمش على البنة. نتمنى الوصفة تعجبكم ونتمنى تجربوها وخلوا لي آراءكم في التعليقات، ونتمنى نكون كنت خفيفة ظريف عليكم. النتيجة هاي أمامكم، جات واحد القريوش ما عندي ما نحكي لك بنين عسل. جربي وصفتي حبيبتي ما تندميش. ما بقى لي غير نقول لك دمتم في أمان الله وحفظه. سلام.